بينهن 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 نمسح دموع الحزن بينهن طيب جروح الزمن بينهن على حب الله انجمعنا هالوطن وبينهن على حب الله انجمعنا هالوطن وبينهن جينا مشتاقين لكم جينا حتى اللي مشى منا أبد ما بينا الغريب أحباب كنا بهالوطن وبينهن جينا مشتاقين لكم جينا حتى اللي مشى منا أبد ما بينا الغريب أحباب كنا بهالوطن وبينهن بينهن 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 بينهن. السلام عليكم أحبة المشاهدين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم بينهن. هذا البرنامج الذي يأتيكم من قناة الفيحاء. الفيحاء بيت العراقيين جميعا وكلمة الحق أينما وجدت. أحبة المشاهدين الكرام، اليوم حلقتنا خاصة جدا ومميزة جدا عن أصحاب الهوايات والمهن، والهوايات بصورة خاصة التي أحيانا قد تذهب أدراج الريح، لأنه الإنسان ما يلقى الوظيفة اللي بعد ما يتخرج، بعد أن يتعب في كليته هذه الكليات ذات اختصاص محدد، ألا وهي كلية الفنون الجميلة. اليوم الحقيقة احنا يعني بودنا أن نسلط الضوء عن كثير من هذه الحالات. هؤلاء الناس الذين يعملون بصمت ويعملون في الظل، قد لا نجد نتاجا لهم إلا ما نزر. ليش؟ لأنه الحياة أخذت منهم ما أخذ، لأنه لقمة العيش أصبحت بعد التخرج صعبة ومو سهلة المنال. تركوا جانب الفن واتجهوا إلى جانب آخر، جانب ممكن أن يقتاتون من عدة من خلال مهنة حرفية. اليوم لقاءنا هذا الخاص راح يكون مع الفنان التشكيلي صادق جعفر جارح. السلام عليكم أبو جعفر. السلام ورحمة الله. شلون صحتك؟ زين إن شاء الله. مرحبا، الله يسلمك. أبو جعفر، مثل ما يعني تعرف أنه الكليات العراقية والجامعات العراقية تخرج أجيال كاملة، يعني أجيال عديدة، ومنهم من يحظى بفرصة عمل ومنهم من لا يحظى بفرصة عمل ومنهم من يمتهن مهنة من أجل العيش. جنابك في أي سنة تخرجت من كلية الفنون الجميلة؟ تخرجت 1997 أكاديمية فنون الجميلة، قسم الرسم التشكيلي، الفرع التشكيلي قسم الرسم. طبعا عاصرت فنانين كبار بالأكاديمية، بعضهم موجودين الله ينطيهم طولة العمر وبعضهم توفوا. طيب أبو جعفر، يعني أنت تخرجت بال97، من ال97 يعني أكيد يعني أنت كنت تطمح أن تحظى بفرصة عمل، أو أن تطمح بأن يكون لك اسما بين هذه الأسماء التي نجد من خلال المعارض أسماء كثيرة جدا ولوحات كثيرة جدا. لماذا ابتعدت عن المهنة؟ أغلب الخريجين أستاذ خطير يعني يبتعدون عن اختصاصاتهم، وخاصة بالعراق، وخاصة الفن التشكيلي بالعراق. يعني الفن التشكيلي بالعراق يعني هو كان بالسنوات السابقة أفضل، يعني فترة الستينات والسبعينات مثل العصر الذهبي. أما بعد ذلك لا، انحسرت وصارت يعني مسألة محصورة بين فنانين معينين، تعرف الأسباب السابقة واستغلالها من قبل الناس المتنفذين بالسلطة. فأغلبهم الأغلبية الفنانين يعني هاجروا من العراق. لقمة العيش أم لماذا؟ أكيد لقمة العيش، لأن الفن بالعراق ما يوفر لك
الحياة الكريمة. تطريبة الحي لا تطرب يعني ما يوكل خبز. لا لا، فنانين عظام يعني، فنانين واصلين يعني. مسابقات مثلا بإيطاليا دائما المتفوق الفنان العراقي. الفنان العراقي يعني بهيج مستوى يعني. مثل ماجد كاوش وغيره اكيد ايه اكيد. لا العفو. هواي فنانين عدا كاوش يعني. ستار كاوش العفو. كاوش اي نعم. فنانين يعني مالين الدنيا يعني بكل البلدان الأوروبية وعلى مستوى راقي جدا. يعني ما نقول الأسماء حتى لا تصير محصورة. طيب خلينا نجي هسه، نجي الى واقع الفن بصوره خاصه. اكيد يعني احيانا الفنان عندما يخلو مع ذاته، يخلو مع نفسه، يبدي عنده العقل الباطن يشتغل، وعنده احلام يعني قد تشتغل جدا عن هذا الزمن الذي عاش في الكليه. عاصر ناس، انت عاصرت يعني رحمه الله على روحه الفنان الكبير فايق حسن اللي هو خامس ملون يعني بالعالم. أنت كصادق جعفر جارح إلى أي المدارس تنتمي؟ أنا أنتمي للمدرسة. العفو، قبل أن أجاوبك عن هذا السؤال، أنا ما عاصرت فائق حسن، وإنما كنا مو طلاب لكن نجي نشوف فائق حسن. يعني لما إلى من شهرة يعني. هو من الأوائل اللي درس في البوزار، المعهد الأكاديمي في باريس، يعني له شهرة بالغرب قبل أن يكون بالعراق يعني. يعني حتى هو عاصر بيكاسو فائق حسن، ومثل ما قلت خامس ملون بالعالم يعني. فد مركز يعني متقدم جدا يعني. طيب أنت المدارس اللي قريبة. المدرسة أنا طبعا أنا بالبداية كنت أرسم وإلى جانب الرسم الخط. فكان المزاوجة بين الخط والرسم يعني. بديت بالدراماتيكية الواقعية يعني، وبعد هي يعني اتجهت لهذا الاتجاه بس باسلوب نطاق ضيق. مثلا اللوحات اللي ارسمها ما انزلها للسوق، اعتز بها تبقى يعني الاصدقاء، او تبقى يعني من مدخراتي، او من يعني مقتنياتي الخاصه يعني. اعتز بها، اتعب بها، فما ابيعها صحيح يعني. ما لان اكسب عيشي من مجال اخر يعني. نعم. طيب اذا لوحاتك هي انا اعتبرها يعني اي فنان يعتبر انه اي نتاج له احد اولاده او احد بناته، فخلينا نقول انه اضافه الى بناتك ان بناتك الاخريات. بالضبط استاذ خضير، بالضبط صحيح. طيب ايام الدراسه وعاصرت الاستاذ وكنت شاهد فايق حسن، هل لهذا الفنان الكبير له تاثير على شخصيه صادق من خلال اللون، من خلال التزاوج بين الالوان والمدارس الاخرى؟ استاذ الخير، مو بالنسبه لتاثير فائق حسن، لا، تاثير الفنانين العراقيين قاطبه يعني. يعني الفنانين العراقيين يعني تصور اول جمعيه اول يعني رئاسه المؤتمر التشكيلين العرب اللي العراق يعني كان برئاسه العراق. يعني انت تصور ايش قد الفن الأهمية بالعراق، إلى أهمية بالعراق يعني. فنان جميل حمودي، باري، قبل أن يكون هذول اللي قبل ضياء سعيد وغيره. لا، قبل أنا أحكي لك على بدايات القرن العشرين يعني، على الضباط اللي انخرطوا بالجيش العثماني العراقيين، واللي مارسوا الرسم أمثال عبد القادر رسام ومحمد صالح زكي وعاصم حافظ. يعني ذولي يعني فد امكانيات رائعه جدا. وبعد اجى هذا جيل الرواد، جيل فائق وجيل اسماعيل الشيخلي وجيل جيل حيدر كاظم، العفو كاظم حيدر. نعم. فنانين عمالقه. وعدا هذول الفنانين اللي يزاوجون اللي انا انتمي لهم يعني. ضياء العزاوي يزاوجون بين الخط والرسم وينتقلون للتجريد يعني. بين الفينة والأخرى، بين الحين والأخرى ينتقل للتجريد يعني. يمارس الخط يمارس رسم بس مزاوجة بين اللون يعني ينطي ملمس للوحة، وينطي الأشياء المجردة يعني. ينطي للخالق والأشياء الروحانية. هذه يعبر عنها بحروف خطية راقية جدا يعني.
كل الحروف اللي يستخدمها مثلا جميل حمودي، يعني فد يعني فد نتاج يعني مذهل جدا يعني للمشاهد عندما يجي يشاهد يحس الروحيه، هذه روحيه فلان وبها فكره كذا. اكيد واضحه جدا يعني. وايضا العفو لا ما ننسى يعني شاكر حسن آل سعيد، هم له دور بهذا المجال يعني بهذا يعني. قلت لك بعدين هسه معاصرين، فنانين معاصرين يعني اذا تباوع على لوحاتهم تشعر بالاعجاز. مثلا حمد الشاوي حاليا هم استاذ هو بالاكاديميه يعني، فد مستويات عاليه جدا يعني. طيب. يعني ما ممكن تحدث مقارنه بين الفنانين العراقيين حتى لا تكون يعني حتى لا يكون هذا انا انحياز اليه. كل الى لونه ومدرسته الخاصه. بين المدارس حتى العربيه يعني اقرب شيء يعني هم لهم بهذا المجال، بس العراقيين ما يضعهون. طيب اني قبل ما نروح الى فاصل راح اسالك سؤال، والسؤال ان شاء الله ناتي الى بعد الفاصل. هل للتشكيل والخط يعني ما الفرق بين التشكيل والخط؟ هل كلاهما فن تشكيلي ام هنالك يعني اختلاف بين الاثنين؟ احبتي انتظروا هذا الجواب من صادق جعفر جارح بعد الفاصل، خليكم معنا. بينهن 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 تمسح دموع الحزن بينهن طيب جروح الزمن بينهن على حب الله انجمعنا هالوطن وبينهن على حب الله انجمعنا هالوطن وبينهن جينا مشتاقين للكل جينا حتى اللي مشى منا أبد ما بينا الغريب أحباب كنا بهالوطن وبينهن جينا مشتاقين لكم جينا حتى اللي مشى منا أبد ما بينا الغريب أحباب كنا بهالوطن وبينهن بينهن 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 عودة أخرى معكم أحبة المشاهدين الكرام وبرنامجكم بين أهلنا، هذا البرنامج الذي يأتيكم من قناة الفيحاء، ومعنا وحلقتنا لهذا اليوم المميزة مع الفنان التشكيلي صادق جعفر جارح. نعود للإجابة أبو جعفر. نعم أستاذ أبو علي، يعني اللوحة التشكيلية هي كل اللوحة واحدة يعني، لكن أكو إلها عالمية وأكو إلها محلية. يعني اللوحة يعني مثلا إذا بها مزوقات خطية أو بها رموز أو بها زخرفة يعني هسه مثلا عفوا أبو جعفر، هذا الخط اللي يمنه نعم وهذا الخط اللي يمنه وهذا التشكيل، شنو الفرق بينهن ذني بين التشكيل والخط؟ هو لوحة متكاملة يعني بحد ذاتها يعني ماكو أي فرق يعني بين بس قلت لك هذا ياخذ محلية وبيئة يعني تحكم البيئة أكثر من العالمية يعني. أيهما أسهل لك أنت؟ أسهل يعني مزاوجة بين اللون يعني بين الحرف وبين تعرف تراثنا مليء زاخر بالرموز. هاي شو تعبر اللوحة؟ استاذ الخضير، هذه اللوحة مثلا هذه مزاوجة بين تعرف رموزنا العراقية خاصة القباب والقدسية اللي بيها يعني تشعر اكو قدسية، اكو شيء مجرد، فالمجرد ما تقدر تعبر عليه باللون،
باللون الا مثلا او فد شيء ما له حدود، يعني الله فتكتبه كتابه يعني اكثر يعني وضوح. اما اللون الملمس واللون هو اللي ينطيك هاي الوحدات الرمزيه الاخرى. طبعا انا هسه ما اعرف اقرا هاي اللي هنا او ما اقدر افك طلاسمها يمكن الا انت. اي استاذ الخير، هذه مثلا هذه هي حروف عربيه. تعرف الحرف العربي الى قدسيته، مثل ما كل حروف القران الكريم يعني لها قدسيتها. شوف الحرف يعني طريقه كتابته، شوف الانسيابيه مالته بهذا الفضاء. شو يسمونها هاي الطريقه؟ هذا الخط هو الخط الفارسي يعني العفو الخط التعليق. اي ويعني هي مزاوجه بين الحرف. وشوف هذا هنا موجود الخط الثلث والخط التعليق، ويعني هي اشياء فد رموز روحانيه يعني الانسان العراقي يرتاح من يشوفها، يعني نفسيته ترتاح. نعم. هاي ايش قد طولت بيها اللوحه؟ استاذ الخير اكو لوحات يعني بيها عمل. شوف هذا الزخرفه، هذا الارابيسك، هذا الارابيسك هذا اللي يحيط باللوحه، يعني هذا مثلا ياخذ وقت. مثلا هاي اللوحه يعني احتمال مثلا تعرف انا مو عمليه تجاريه بالنسبه لي اللوحه، يعني اللوحه بالنسبه لي متعه، يعني متعه ما لها حدود. فتشوف يعني ممكن هاي تاخذ 5 ايام يعني على وقت الفراغ. يعني تعرف انا ملتزم بمحل ومال اعلان ولواسق يعني استيكرات، فما يعني الرسم قلت لك وقت الفراغ يعني يحكمني به. ناتي الى يعني هذه هسه انت يعني اكيد قباب ل يعني مرقد ائمه. اكيد قباب من كل يعني قباب يعني موجوده بها قباب من كل يعني من العراق، من الشمال ومن الجنوب من الوسط، مزاوجه بها حتى ما تصير بها يعني انت جملت هذه الايه الجميله من القران الكريم بهذا نعم نعم بهاي التشكيل، هاي القباب يعني تحس اكو فد روحيه، اكو فد قدسيه. يعني الفكره وحي يوحى اليك ام ماذا؟ لا الفكرة أكيد هي الفكرة يعني يعني هي اللوحة عبارة عن فكرة ومضمون وشكل، فكلها تلتقي وحتى تكون. وطبعا لازم تعرف الكتلة وتعرف يعني عندك الإنشاء مالتها، هذا إنشاء اللوحة هرمي أو مثلث أو يعني تتكامل اللوحة من كل جوانبها. وهذه اللوحة يعني هي تتزاوج بين الخط والرسم والزخرفة الاسلام. ابو جعفر شفتك مهتم بالشناشيل، يعني هسه عندك السكيتشات هذه اللي هي مشروع لوحه، ما هي حكايتك مع اهتمامك بالشناشيل؟ والله الشناشيل فتشي يعني احسها يعني استنشق بها رائحة التاريخ والقدم والأصالة، كلها هذه يعني تشعر بها يعني من ترسم شناشيل. وما موجودة بكل الدول، يعني بكل دول العربية المجاورة ما موجود هذا يعني هذا بس بالعراق، يعني العراق فقط يعني موجود به هذا فإلها يعني إلها خصوصية. يعني من يشوفون أي واحد أي إنسان يشوف لوحة شناشيل يقول هذا يعني الفنان عراقي. وواضحة علما مثل هاي الطريقة للشناشيل، هذا الفنان الفلاني هذا الفنان الفلاني. اي واضحه جدا، واضحه الشناشيل يعني كلهم كل اغلب الفنانين العراقيين حتى اللي يستخدموا الحرف يعني الحرف العربي. حتى مثلا على سبيل المثال جميل حمودي مثلا دخل بالشناشيل الحرف، استلهم يعني روح الحرف داخل الشناشيل، يعني انطى شلون انطى بعد لها تكامل للوحه. جمالية رمزية راقية يعني. أبو جعفر إذا أسألك عن مشروعك هل تتذكره؟ بالكلية بالتخرج؟ بالأكاديمية أتذكره. مشروعي كان بوقتها الدكتور الله يذكره بالخير أستاذ حسام عبد المحسن كان مسؤول المشروع، وكان مشروعي مزاوجة أيضا بين الفن العالمي، يعني موضوع بس سخرته شلون واقعية عربية بحتة.
يعني فهو كان مزاوجة، كان شخصية الحصان بهيئة إنسان، بهيئة الإنسان، وكان ينظر بنظرات مقيتة يعني يطلع من عنده من عينه فد ضوء باتجاه هذه الرموز الإسلامية. يعني يرمز إلى القوة والحصانة. لا يرمز إلى الحسد يعني، إلى هاي المكانة وهذا الجمالية. فهيك يعني هذا مشروعي كان. كم طالب في دورتكم أنتم؟ دورتنا كنا بحدود 26 طالب يعني، وكانت مجموعة نشطة يعني، هم طلاب يعني صغار بس تشوفهم مجموعة. هل وصل منهم إلى العالمية أو الأوروبية؟ العالمية موجودين، هم موجودين اكو خارج العراق، اكو اساتذة بالكلية، مثلا استاذ صاحب البياتي، ايضا فالطالب متفوق جدا. حاليا بالاكاديميه يعني اعتقد. اوكحكم منو كان اوكحكم بالشعبه؟ اوكحنا بالشعبه ابو نزار. ما قصه يعني معكم؟ لا ما عنده خطيه مقالب، بس كان يعني له فد يعني اذا شو اسمه ما يجي نشعر الصف فارغ ما بي احد. كم مره جيت ولقيت اللوكر مالك مفتوح؟ اي اللوكر لا احنا كانت بدون قفاله يعني ما عندنا ما عندنا. ما موضوعات سرقه الالوان الخاصه بيك من اللوكر؟ هواي تحدث هاي، فاحنا نجي قاسم سبتي كان يبوقها؟ لا الاستاذ قاسم سبتي كان بعيد علينا، احنا هسه من يسمع ما يجوز معرفتنا قليله، بس نروح لقاعه حوار، فهو هناك يعني الرجل له فضل بالفن على الفن العراقي، وخاصه هاي الفتره ما بعد السقوط يعني حتى اذا هو ما يعني فد شهاده هاي يعني متواضعه، يعني انسان يعني بقى. قاسم فنان رائع وفنان تشكيلي رائع جدا، وحافظ على حول الناس الفنانين اللي يستحقون يعني، والحمد لله جيدين جدا يعني. طيب ابو جعفر، بودي ان اذهب الى سؤال اخر. يعني مثل ما قلنا انه كثير هي الاجيال التي تخرجت من كليه الفنون الجميله، ومنهم من لقى من حظى يعني العفو بفرصه عمل، ومنهم من لم يحظى بفرصه عمل. حضرتك اخذتك المعيشه بعيدا عن هذه المهنه الجميله وهذه الهوايه الرائعه الى مهنه اللواصق والاستيقرات والخط. نعم، كانت هذه اللواصق يعني محدودة، يعني معرفة حتى بالعراق قليلة، يعني استخدامها فقط في دوائر معينة خاصة جدا، فمارستها يعني ما يعني، وهذا فد شيء راح يعني ممكن اقول اني اول شخص استخدم هذه اللواصق بالعراق وعلى طريقة عمومية، يعني عممتها بكل محافظات العراق. يعني هسه تسأل اي شخص تقول له يقول لك منو بالاستيكرات، يعني راسا يقول لك صادق. نعم. فتعرف يعني الفن واللوحة التشكيلية يراد لها مجتمع مسترخي استرخاء تام حتى يقتنيها او يشتريها. عندنا رغابة لهذا الفن او يقتنون مثل هذه اللوحات بهذا الثمن؟ اكو عندنا بالعراق اللوحات اكيد اكو، بس قليل يعني، هذا ما يغطي لك ولا يعني يغطي لك هاي شغلات الحياة مستلزماتها ومتطلباتها، هواي امور الحياة المعيشية والمستوى المعاشي يراد لها فد عمل يعني. لوحة عالمية او عربية رسمت وكنت تتمنى انت ان تكون رسامها، ما هي هذه اللوحة؟ والله هواي اعمال الفن العالمي، يعني اعمال ضخمه، يعني اعمال رامبراند قاطبه. رامبراند الفنان الهولندي هذا اللي عاش ب 1500 يعني بالقرن الخامس عشر، تاثيره واضح على كل فنانين العالم يعني. هو واقعي ورسم بطريقه عبقريه يعني. فكل لوحاته اتمنى يعني ولو جزء بسيط يعني، ولحد الان هي تعتبر سكيتشات. اكو من يقلدهن ذني اللوحات؟ يقلدهن، واكو يعني يقتطف من عتها اجزاء سواء باللقطه او بالحركه، او حتى جزء من اللوحه باللون، يعني ياخذ يعني اللون، يعني
هي كان هو يهتم بهذا جانب اللون، لأن اللوحة من تلزمها أو تضع إيدك على اللوحة تشعر أكو ملمس للون، أكو ارتفاع يعني. نعم، يعني كان يحمل اللوحة الزيت، هاي المادة الزيتية، وهاي هي تقنية عالية، يعني مو أي فنان يعني يستخدم. حتى مو بفرشات يعني. طبعا يستخدم شتى الأدوات حتى أشبه بالنحت. يكمل بالضبط، أشبه بالنحت يعني. يعني اللون تشعر به ارتفاعات وانخفاضات نعم، ملمس واضح. حتى نروح إلى موضوع أخرى. أحبتنا المشاهدين الكرام، فاصل نتواصل وياكم، انتظرونا. عودة أخرى معكم أحبة المشاهدين الكرام وبرنامجكم بين أهلنا. أبو جعفر، هذه لوحة لم ترى النور لحد الآن. بدي أن تشوف لنا موضوع على هذه اللوحة، ايش راح تشوفنا؟ يعني أقرب شيء هذا بزخرفة يراد له قياسات ودقة، وأنتم هسه فاجأتوني يعني باللقاء. نرسم هاي المواضيع شناشيل. يلا أوكي، إذن إلك الجو أبو جعفر. أبو جعفر، البداية دائما تكون صعبة. أكيد التخطيط خاصة هو هذا، يعني هذا الموضوع، موضوع الشناشيل بقياسات وبمنظور، يعني مهم جدا يعني المنظور. في البداية تأسيس اللوحة مهم يعني، حتى تبني عليها بعدين الألوان يعني. هسه موضوعاتنا راح تكون شناشيل يعني موضوع شناشيل. ذكرك هاي الشغل بأيام الدراسة؟ ايام الدراسه ما كنا هذا اللي يرسم بهالطريقه هاي وبالاسلوب ما يعتبر، يعني يعتبر تجاري. واحنا بالكليه موضوعاتنا كانت لها كلها اكاديميه، يعني تعليميه دراسيه. فكان الفنان مرات يصاب بالصدمه، يعني يصاب بالصدمه لما يجي مثلا هو عنده موهبه وعبقريه يعني واصل له، يعني مو عبقري يعني هو طالب، يعني عنده موهبه عاليه جدا. فلما يرسم ولازم يحكمك يعني الاستاذ ترسم بطريقه اكاديميه، فيعني شوفها صعبه، يلقى نفسه ماكو، يلقى نفسه ضائع. يعني هو موهوب واصل مرحله من الرسم بس لكن انت لازم تشتغل وفق الاساليب الاكاديميه يعني. وهي بعدين هذه بمرور الزمن انت تشعر بها صحيح، يعني هذا هو وصلك المرحله يعني بطريقته صحيحه. يعني تشعر انه يعني هو بدافع الحرص والامان، بدافع الحرص طبعا. يوجهك. فبعدين نشعر يعني ايش قد مهم هذا التوجيه، فتشعر بان انت صحيح يعني. هو طريقته كانت صحيحه لما يوجهك بهالطريقه هذه، بس انت تصاب بالاحباط لان لازم تلتزم يعني باشياء يعني ثابته بالفن. ما تخرج عن الثوابت، ما تخرج عن الثوابت. يعني اللون يريد منك ملمس، يريد منك لون، هواي اشياء يعني. حركه الخطوط يعني حتى من يقعد موديل 4 ساعات نبقى نرسمه، يعني الشبه مو مهم،
أيوة. زين هسه قلت لي يقعد 4 ساعات موديل، زين اذا فاج هذا الموديل وقام شو يسوي؟ فاج لا اكو استراحه ربع ساعه كانت. هسه افرض قال لك انا طقت روح اريد اقوم. طقت يقوم قنعة يقوم بنفس الشيء. اي نجيب لهم بعد لفات. اخوك بوسه. نجيب لهم لفات، اكو موديلات كنا نجيبها من باب المعظم، نجيبها ويانا مثلا نعم الله عليك مثلا طوم صيرف خرجيه. ننطي مصيرف واجيبه مثلا اجيبه هو عربانته للكليه او هو وادواته. هاي ايش تسوى؟ اقول له غراضك تعال وياي اليوم. يجي وياي حتى تطلع ويتونس لين قاعد وعلى الكرسي والاضواء الصناعيه ونرسم الموديل يعني. نعم. هي اجواء حلوه. واكو طلاب يحبون ان يقعدون موديل، يعني طلاب اللي هم يعني اذا اقعد قدامك موديل اني ممكن اطلع مني فد شيء. اكيد طلع لي شعر هسه، شعري عندي واقع. الموديل هو سهل، الموديل يعني الموديل الشخصي سهل يعني يعني مو يعني سهل يعني لان اشياء بسيطه يعني تلتزم بها. اهم شيء باللوحه هو المنظور. المنظور لا طبعا هو مو المهم، مو المنظور المنظور لا مو مهم يعني. المنظور اكو مواضيع معينه بها المنظور شيء اساسي. يعني قد ما توقف في عده اتجاهات تحس نعم منها شكل منها شكل منها شكل. اي اكيد. مثل هاي الشناشيل المنظور بها مهم جدا يعني بها. اكو فرق بين ان تكون اللوحه مسائيه او نهاريه؟ طبعا هذه طبعا هذا موضوع يعني بنحكي به موضوع شائك وطويل، لان هاي المدرسه يعني نلتقي بالمدرسه الانطباعيه. يعني المدرسه الانطباعيه لازم تاثير الشمس، يعني تاثيرات مصدر الضوء، تاثيرات الفيزيائيه يعني تاثيرات الفيزيائيه يعني اللون يتاثر من يتعرض للشمس بالايام. ابو جعفر اول موضوع بالابتدائيه المعلم او المعلمه اللي خلالك عليها صح وقال لك احسن تتذكرها؟ هي طبعا هاي اشياء ما تروح من الذاكره يعني ابد ما تروح من الذاكره، لان كنت دائما برا الصف يعني مو دائما اداوم بالصف يعني. اكثر الحصص كان الاهتمام واضح يعني. مو حاليا فرصه الرسم ننتظرها، حصه الرسم ننتظرها يعني ننتظرها ايام الاسبوع مثلا بيوم حصه للرسم احنا ننتظرها يعني. هاي شو وقت تجي هاي الحصه يعني مال الرسم حتى تحس انه اليوم هذه الايام في مدارسنا او ثانوياتنا ياكدون عليها ام لا؟ لا ماكو. بعض المدارس يعني انا اشوفها من خلال ابنائي يعني اشوف اكو اهتمام يعني. بعضهم اكو اهتمام يعني واكو لا يعني. مو شو توجه انت ابو جعفر كفنان يعني؟ والله اوجه هو الرسم يعني مهم جدا يعني. الرسم مهم والنحت يعني. تصور اكو يعني مثل هاي الكليات المتقدمه المجموعه الطبيه مثلا يعني اول بدايه يعني الكليه ممكن اكو ناس تتفوق بس بالمراحل الاخرى اللي عنده روحيه الرسم والنحت هو يتجاوز هذا المتفوق بالدروس النظريه مثلا. وخاصه انا حكيت لي هاي بنتي كليه طب الاسنان يعني يعني هذا الموضوع قالت لي بابا جاي نشتغل نحت وانا كلش خدمني بالضبط. يعطوهم شمع هذا الشمع مطاوع يعني سهل، مو مثل ما بالاكاديميه نجيب الطين بدرس الخزف وبدرس النحت وتجيب بالضبط. فمهم جدا درس الرسم يعني. ممكن يطلع لك دكتور متفوق بفن التجميل يعني. تحس احد اولادك قريب لك الى مهنتك؟ اي بس اصغر البنت الصغرى يعني مش كانت موهوبه جدا. هسه يزعلون الباقيين يعني. ان شاء الله ما يزعلون كل بناتك وكل اولادك. اكيد هو يعني الولد على سر ابيه، واحنا دائما نتمنى لك الصحه والعافيه. ساترككم مع ابو جعفر يكمل العفو لوحده.
ابو جعفر قاربنا على الانتهاء تقريبا. تقريبا يعني تقريبا هو هذا يعني تأسيس يسموه احنا بالمعنى الأكاديمي تأسس اللوحة، بس لكن تتبعها بعد يعني تستخدم الفرش. طبعا احنا نشكرك شكر جزيل من خلال برنامج نبي أهلنا من قناة الفيحاء، ونتمنى لك الصحة والعافية، وإن شاء الله تقدم إنتاجات جميلة ترضي بها نفسك قبل الآخرين. أحبة المشاهدين الكرام، هذا ما يسمح به وقت البرنامج. إلى أن ألتقيكم في حلقات أخرى، أقول لكم في امان الله.